الجنيه المصري بيستقر قدام الدولار الأمريكي لليوم الرابع على التوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكل متابعينا في القناة. إن شاء الله اليوم معنا تحديث لأسعار الدولار أمام الجنيه المصري وبعض العملات الأجنبية. يلا بينا نبدأ. أسعار الدولار والعملات الأجنبية النهاردة مستقرة بشكل كبير قدام الجنيه المصري، ومفيش تغيرات قوية مع اختلافات بسيطة جدا في الأسعار ما بين البنوك. العملات دي تعتبر من أهم العملات في السوق، سواء للتجارة أو السفر أو حتى في سوق الفوركس. يلا بينا نبدأ في تنوع الأسعار. سجل الدولار الأمريكي 53 جنيه و9 قروش للشراء، 53 جنيه و18 قرش للبيع. سجل اليورو شراء 61 جنيه و84 قرش للشراء، 62 جنيه و16 قرش للبيع. سجل الجنيه الاسترليني 71 جنيه و4 قروش للشراء، 71 جنيه و42 قرش للبيع. سجل الدينار الكويتي 170 جنيه و12 قرش للشراء، 173 جنيه و54 قرش للبيع. أما الريال القطري فسجل 14 جنيه و10 قروش للشراء، 14 جنيه و17 قرش للبيع. سجل الدرهم الإماراتي شراء 14 جنيه و43 قرش للشراء، 14 جنيه و49 قرش للبيع. وأخيرا الريال القطري سجل 13 جنيه و47 قرش للشراء، 14 جنيه و60 قرش للبيع. بشكل عام السوق في حالة استقرار حاليا، لكن أي تغيرات أو أي تغير عالمي ممكن ينعكس بسرعة على الأسعار. أتمنى لكم متنسوش تدعموا اللايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. مع السلامة.